حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. قلنا نعمل مع بعض كده كنافه، كورنيهات او كون او قرطاس حسب ما هي بتتسمى، ليها كذا اسم كتير. تعالوا بقى نشوفها مع بعض على طول كده. جبت نص كيلو من الكنافه الطرح، بس لازم تكون طازه. طبعا احنا طبعا دلوقتي قبل رمضان، على اول رجب، كل سنه وانتم طيبين بصحه وسلامه يا رب. فطبعا مش طازه قوي زي لما بتبقى في رمضان، فقلت اجربها معاكم برضو، وبعد كده نجيبها تاني ان شاء الله نعملها تاني معاكم. فجبنا كده الكون بتاعنا دوت استانلس، عند اي حلواني او مستلزمات الادوات المنزليه هتلاقوه موجود يعني في كل حته، وفي طبعا انواع وفي احجام. طبعا انا عجبني الحجم ده، فقلت بقى ايه اجرب كده اعملها. بصراحه الولاد بيحبوها جدا وبيشتروها بمبالغ من تحت، فقلت اجربها لهم يعني، وسهله جدا وما خدتش وقت، وفعلا زي ما انت شفت في اول الفيديو كانت تحفه. فما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله. حاولت برضو كده ايه اعملها اهو. طبعا بنلفها كده، لما تكون طازه طبعا بتبقى افضل بكتير، بتتلف معاكي بكل سهوله. وطبعا المفروض تتغطى برضو عشان ما تنشفش معاكي، بس انا قلت اجرب كده، وطلعت النتيجه زي ما انتم شايفين ناجحه وجميله جدا. طبعا بنحط ايدينا كده في شويه ميه، او معاكي بخاخ بترشيها بالبخاخ ميه عشان تمسك معاكي اكتر في الكون. وممكن تعمليها اقصر من كده، يعني حسب ما انت حابه. ممكن تطوليها خالص كده على الكون او تعمليها اقصر. بصوا عامله ازاي. هعمل واحده تاني معاكم. طبعا اول واحده دي طبعا كنت لسه بجرب. بصوا تاني واحده اتلفت معايا بسهوله. حسب الكنافه ما تكون طازه معاكي بتبقى افضل بكتير طبعا. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بتتكي كده، يعني الايد بتلف والايد التانية بتمسك في الكنافه عشان تمسك كويس في الكون. طبعا بتثبتيها بقى بالميه كده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، بصوا مسكت ازاي. وكمان امال لو طازه بقى كانت هتبقى احلى بكتير طبعا الكنافه. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الاولاد بيحبوا الحاجات دي جدا. بس عملت معاكم اهو، قلت بس اجرب كده كام واحده، وطلعت ناجحه معايا. قلت بقى اطلعها لكم واوريها لكم. طبعا كنت محضره زيت مع سمنه، بس خدوا بالكم بقى، هو الزيت سخن معايا شويه فاتلسعت، فخدوا بالكم بقى وانتوا بتعملوها. فالمفروض الزيت ما سخنش قوي كده. طبعا بتحطي زيت مع سمنه، فتقلبيها بقى عشان عشان ما على طول بتاخد لون. طبعا الكنافه ما بتستحملش، بتاخد لون معاكي على طول، تاخدي بالك منها. وما تكونيش معليه النار قوي، يعني هديها شويه. طبعا انا هديت النار شويه برضو. ما شاء الله تبارك الرحمن. وكنت محضره السيرم، طبعا لازم السيرم يكون بارد. كنت حاطه كوبايه ونص من السكر، وطبعا انا عاملاه معاكم قبل كده في القناه. كوبايه ونص من السكر على كوبايه ميه، لازم السيرم بتاعه يكون تقيل، على عصره ليمونه، على معلقه جلوكوز. سكر جلوكوز ده بيخلي السيرم بيبقى جميل جدا بصراحه. ولازم طبعا يكون السيرم بتاعه تقيل. وطبعا لما نطفي النار على الشربات بتاعنا بنعمل له رشه فانيليا. نحط له كده رشه فانيليا. طلعت معانا اهي. طب تاخدي بالك جامد عشان الاستانلس ده طبعا بيلسع جدا. طبعا الشربات كان بارد معانا اهو زي ما انتم شايفين، وتقيل، وكان جميل جدا بصراحه. طبعا بنحاول نطلعها بالراحه كده عشان ما تفكش معانا. وما شاء الله طلعت ناجحه معانا ازاي. طبعا القرطاس مقفول وجميل جدا زي ما انتم شايفين. طبعا سخنه، فخدوا بالكم. فبتتكي سنه كده على الطبق، وهتطلع معاكي بكل سهوله. يعني بتدبيها سنه كده على الطبق، هتلاقيها نزلت معاكي القرطاس زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. لو عجبكم بقى الفيديو لحد هنا، متنسونيش في اللايك وكومنت كده حلو. بس ما شاء الله السيرم معانا جميل جدا. عسل الكلوكوز بيديله لمعة حلوة جدا. بصوا عاملة ازاي. ما شاء الله. طبعا كنت محضرة كريم شانتيه، طبعا سهل جدا، كنت عاملاه معاكم برضو في القناة قبل كده. بصوا ما شاء الله. طبعا يعني عايزة تتاكل كده تحفة، الاولاد بيحبوها جدا. قلت اعملها لهم بقى على طول. على طول بيجيبوها من المحلات تحت، فسهلة وما خدتش وقت على فكرة خالص.
ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. بصوا عاملة ازاي، انا عملت بس كده الكمية دي وسبت الباقي طبعا، قلت بس اصورها معاكم. حطيت الكريم شانتيه، حطيت الكريم شانتيه في القرطاس كده تمام. بس ماليناه طبعا القرطاس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. عملنا بقى كل الكمية كده. حطي طبعا واحدة كريز، طبعا كل حاجة موجودة في البيت. هي بس هتجيبي كنافة النص كيلو طبعا، يعني في تناول الجميع، رخيص مش غالي خالص. يعني كنت جايبة النص كيلو ب15 جنيه، يعني حاجة ما تذكرش. كانوا بيجيبوا الأولاد دي بمبلغ، يعني بيجيبوها بمبالغ. فليه طبعا عملنا بالمبالغ اللي هم بيجيبوها دي، عملنا ممكن نعمل يجي 2 كيلو كنافة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا نحط واحدة كريس كده، تحبي تزينيها بأي مكسرات برضو ما فيش مشكلة. بس أنا اللي موجود عندي في البيت عملته، كان عندي كريز وعندي كريم شانتيه وعندي الحاجة كلها. في بيحطوا مكسرات بدل الكريز. بصوا ما شاء الله تحفة، ما شاء الله، يعني جربوها مش هتندموا أبدا. وحاجة كده جميلة والأولاد بيحبوها وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب، ويدعي لنا الأيام بخير يا رب.